ازيكم عاملين ايه؟ انا هدى. هنعمل ان شاء الله النهارده مع بعض ورقه لحمه بالخضار. هقولكوا ازاي تطلع معانا جوسي كده وفيها صوص وما تنشفش مننا في الفرن، واللحمه تطلع دايبه كده ومستويه والخضار وكل استوى يكون بيرفكت. لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تشتركوا في القناه، ويلا بينا نبدا. ده كده خليط الخضار اللي احنا هنحتاجه. طبعا نقدر نضيف او نقلل اي حاجة احنا عايزينها. دي بطاطس، اهم حاجة نكون مقطعين الخضار كده بسمك متوسط بحيث يستوي كويس وفي نفس الوقت ما يتهريش مننا. وعدد 2 طماطم وجزر وفلفل احمر واصفر، كمان لو في فلفل اخضر بيبقى حلو جدا، وده بصل ابيض، لو في احمر عادي. عدد بصلة واحدة بس، وليمونة واحدة صغيرة، اصغر ليمونة موجودة عندنا. وخليط التوابل، كمون وخليط توابل البطاطس جاهز او ال7 بهارات، وهحتاج معلقة صلصة ومعلقة صغيرة توم مفروم، وكمان هحتاج ربع معلقة صغيرة هريسة. اللحمة اهم حاجة في القطعية بتاعتها انها تكون رفيعة كده مش سميكة قوي. لو القطعية اللي عندنا سميكة ممكن نقسمها 2. وبعدين هبدأ اتبل اللحمة بتاعتي برشة من الملح والفلفل الاسود على كل جنب كده، وده روزماري مجفف لو موجود عندنا، هو بيدي طعم حلو قوي للحمة. لو مش موجود طبعا نقدر نستغنى عنه، بس يعني بتبقى اضافة مميزة. وكده تبلت اللحمة بتاعتي. نروح بقى للتسوية. هشوح كده الخضار بتاعي في حلة على النار فيها معلقة من السمنة او الزبدة والزيت، وهبدأ احط خليط الخضار بتاعي كده عشان ياخد تشويحة. خطوة التشويح دي اختياري. وبعدين هبدأ انزل التوابل بتاعتي، هنزل ملح وفلفل اسود، توابل البطاطس والصلصة والهريسة والثوم، واقلب كده التوابل مع بعض مع الخضار كده كويس. وطبعا هتلاقوا التوابل بالظبط موجودة عندكم في صندوق الوصف. واسيب الخضار تقريبا كده 10 دقايق على نار متوسطة، وفي طاسة على النار فيها معلقة من الزبدة ومعلقة من الزيت. هبدأ اشوح اللحمة بتاعتي على كل جنب تقريبا دقيقة على كل جنب، يعني مش هطول ابدا، بس تاخد لون خفيف كده من الجنبين خلاص هخرجها على طول، يعني دقيقة كده على كل جنب. هي خطوة ان احنا نشوح اللحمة او الخضار بتدي طعم لذيذ كده لورقة اللحمة بدل ما تبقى يعني انها ناي في ناي. بس طبعا لو عايزين نستغنى عن خطوة التشويح خالص نقدر ان احنا نعمل كده. وبعدين نيجي للتسوية، اي صينية بتدخل الفرن، بايركس اي حاجة، وهجيب ورق ألمونيوم كده، احط ورقة ألمونيوم بطول الصينية كلها، واحط كمان ورقة ألمونيوم يعني واحدة بالطول وواحدة بالعرض، وتكون طويلة أطول شوية من حجم الصينية بتاعتي عشان أنا هقفل عليها الخضار. وكمان كده ده كده ورق الألمونيوم خلاص. هبدأ ان انا احط كمان ورق زبدة، لان اول طبقة المفروض انها تلامس الاكل بتاعنا، افضل انها تكون ورق خبز او ورق زبدة لانه صحي اكتر من ورق الألمونيوم. هحط واحدة كمان بالعرض، واحدة كمان بالطول، نفس ما عملت في ورق الألمونيوم بالظبط. وبعدين كده خلاص هبدأ ان انا ارص الخضار بتاعي. اول حاجة هبدأ بيها وهو الليمون. الليمون مع وجود البطاطس هما بحسهم اصحاب كده، بيبقى طعمهم لايق مع بعض. لكن لو في بسلة لا نستغنى عن خطوة الليمون، يعني هو الليمون بيبقى لايق اكتر مع البطاطس. وابدأ احط الخضار بتاعي، وبعدين على الوش كده هبدأ ان انا ارص اللحمة بتاعتي كلها، بحيث ان انا عايزة تبقى اول طبقة عندي من فوق كده هي اللحمة. وبعدين ابدأ اقفل ورق الزبدة باحكام كويس قوي على الخضار بتاعي. انا عايزة ما يبقاش فيه اي فراغ ولا اي هوا على قد ما اقدر، عشان اساعد الخضار ان هو ينزل مية اثناء التسوية ويساعد على السوا. فكل ما احكمنا كده ان احنا نقفل على الخضار كويس هناخد تسوية افضل. قفلت كده ورق الزبدة، وبعدين هأكد كمان بورق الألمونيوم. وعلشان نتأكد ان الخضار بتاعنا يبقى فيه صوص وما ينشفش كده، هجيب مية سخنة من الكاتل واحطها في الصينية كده من تحت. ده هيساعد ان يبقى فيه رطوبة كده في الفرن. دخل الصينية على درجة حرارة 200 تقريبا، هتاخد ساعتين، ساعة ونص لساعتين. لو قطعية اللحمة بتاعتنا يعني أدخن شوية ممكن تاخد لحد 3 ساعات. وكانت كل ما المية تنشف مني كده في الفرن كنت بزودها عشان اضمن كده ان الخضار يبقى جوسي معايا وما ينشفش ولا يتحرق من تحت ولا اي حاجة. تقريبا بعد ساعتين ده كان شكل ورقة اللحمة. بفتحها كده بحرص لانها بتبقى سخنة جدا، فناخد بالنا كده واحنا بنفتحها. اللحمة دايبة جدا جدا، وكمان الخضار السوا بتاعه مظبوط، يعني مش مهري قوي ومش ناشف، السوا بتاعه بيرفكت. عشان كده التقطيع بتاع الخضار بيفرق جدا، يعني اهم حاجة ان احنا نقطعه بسمك متوسط، مش رفيع قوي ومش تخين قوي. حطيت كده الخضار واللحمة بتوعي في طبق التقديم مع شوية رز كده، واخد شوية من الصوص اللي هو فيه الطعم كله ده احطه على اللحمة والخضار.
بيفرق في الطعم جدا. والتوابل بتاعه ورقة اللحمة فعلا بتفرق، يعني بالاضافة للملح والفلفل الاسود. اي خليط توابل بطاطس موجود عندنا بيتباع جاهز هيديها طعم مميز. لو مش متوفر ممكن نستخدم السبع بهارات او اي خليط توابل احنا بنحب طعمه. ولو مش متوفر يعني انا هكتب لكم في صندوق الوصف البديل. وكمان بلاش نستغنى عن الكمون في تتبيل البطاطس، لان الكمون والبطاطس برضو صحاب. وشايفين سوى اللحمة بيرفكت ازاي. وده كده كان كل حاجة الفيديو النهاردة. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي فولو على الانستجرام وعلى الفيسبوك. وهستنى رأيكم تحت في الكومنتس لو جربتوها وعجبتكم. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة قريب. يلا مع السلامة.